هل المال هو اللي هيدي القيمة؟ المال خداع. لقينا ان كل واحد ثروته فعليا قيمتها عالميا نزلت النص. عمر ما كان المال هدف، عمر ما حد بيجري ورا المال عشان يكون عنده مال وخلاص. المال جزء من جوانب حياتي. احنا بنحط الثمن دايما في الفلوس، بس بننسى انه الوقت اللي بيروح ما بيجيش. الفلوس التحدي الأزلي الأبدي، نجري وراها ولا ما نجريش؟ طب ندي كل حاجة ولا نحتفظ ونكنز لنفسنا كنوز؟ طب نتعامل معاها ازاي؟ طب أنا شاب وبحاول أجهز نفسي، فأعمل ايه؟ ده اللي هنحكي فيه في الحلقة، فخليكم معانا. هاي يوسف، مبسوطة ان انت معانا النهاردة. وانا كمان حقيقي مبسوط انا موجود معاك. ممكن في الاول بس تعرفنا على نفسك، تقول لنا انت بتعمل ايه وايه اخبارك اليومين دول؟ ماشي. اخبار اليومين دول اخبار كتير اليومين دول. طيب انا اسمي يوسف تيناوي. بس يعني وسط اصحاب والعيله بيقولوا لي جو، فيعني قولي جو بقى وخلاص اسهل. يعني احنا قاعدين مع بعض كده قاعده فريندلي ده. انا عندي 44 سنه، متجوز ألين. السنه دي بنحتفل 20 سنه جواز. واو. عندنا بنتين توأم. اوكي. السنه دي هتم 17 سنه. اوكي. بشتغل رئيس قطاع مالي في احد الشركات. يعني حياتي كلها تقريبا بقالي حاجه 20 سنه في القطاع المالي التجاري، كوميرس وفاينانس، كسي اف او في شركه من الشركات. وبحب كمان الخدمه الاونلاين جدا، كمان مصدق فيها قوي. انا عارفه ان الموتو بتاعك او الشعار بتاع حياتك متى 5:16، صح؟ ده حقيقي. طب ايه بقى الشاهد ده وايه القصه وراه؟ بصي، انا الموتو اللي بقوله دايما حتى لما بكتب اي حاجه او بسجل اي حاجه، بختم دايما الكلام بخليها منورين. عشان رب يسوع قال لنا ان احنا نخلي الناس تشوف النور بتاعنا، عشان لما يشوفوا اعمالنا ويشوفوا اللي احنا بنعمله يقدروا يمجدوه هو، يمجدوا الله الذي في السماوات. فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا اعمالكم حسنه ويمجدوا اباكم الذي في السماء. فهيشوفوا اعمالكم وهيمجدوه هو. فانا مصدق ان احنا لينا دور ان احنا نكون نور وسط الضلمه، والضلمه زادت قوي اليومين دول. ايوه. فلو احنا مش هنكون النور، لو مش هنعيش الدعوه، لان هو ما قالش لو سمحت ليضئ نوركم، لا هو قال لنا انتم نور العالم ليضئ. يعني هو نقدر نقول كأنه فعل امر، هو مش أيوة. اختياري. فاحنا لو فعلا معاه وعايزين نعيش ملح ونور، فلازم الحياه اللي بنعيشها هتبان في عملنا، عشان مش يرجع مجد لينا لكن يرجع مجد ليه. فمصدق في الموتو ده وبقول خلينا منورين. احنا في البودكاست ده بنتكلم عن الموعظة على الجبل، وعدينا كده على كذا مرحلة فيهم، بس الحلقة دي احنا بنتكلم على حتة كده خداع تريكي يعني شوية، الفلوس. شكرا. حتة تريكي فعلا يعني. هي حتة كده يعني، حتى يسوع اتكلم عنها في حتتين. اتكلم عنها في الصدقة او العشور، او احنا بنسميه التقدمة باختلاف المسمى. وكان في الحته دي بيتكلم عن ان احنا لازم ما نعملهاش بشو او قدام الناس، او ان انا بستعرض الحاجه اللي بعملها. بس احنا اليومين دول مفهوم العشور تحس ان هو اختفى، ما بقاش بيعمل. الناس الكبار هي اللي بتعمله، الشباب لسه مش فاهمين قوي ليه بنعمل كده. وغالبا انا ببقى يعني لسه قابض المرتب وهموت عليه وعندي حاجات كتير اصرفها، فمش سهل اني اطلع منه عشور. هو الرب يسوع كان بيتكلم عن الصدقه ولا العشور؟ على الصدقه. مش مش بنتكلم مع بعض. مش العشور بس، هو ده المفهوم او ده صح اللي احنا بنفسره. أيوة، ودي ده الاسم اللي احنا بنقول يعني احنا تعودنا ان في حاجه اسمها العشور، أيوة ونطلع عشورنا للكنيسه وكده. فايه هو العشور، وهل هي عشور فعلا ولا لا؟ أوكي. وايه اللي يسوع كان قصد عليه؟ طيب اولا هي حته مهمه قوي، واعتقد من اكتر الحتت اللي يمكن قلما بنسمع فيها خدمات. يعني ما تلاقيش بقى رايحين مثلا الخدمه في الكنيسه او الوعظه النهارده عن العطا والعشور. بعض الاحيان بس تبقى على استحقاق للناس تتكسف تتكلم فيها، وريدي اللي فيه مكفيه، فمش عارف ان انا اخش اتكلم في النقطه دي. جزء من استخدامات المال، وعلشان كده يمكن في الجزء الثاني كان بيتكلم انه ما نعبدش سيدين، الله والمال. فمن قليل الاوقات ان الله وصف او الرب يسوع وصف سيد اخر غيره هو المال. وكلم عن عباده المال، فبحجم يعني شوفي المال حط المال بحجم كبير جدا قصاده. يعني ده هو صح. قليل قوي لما وصف حاجه زي كده، يعني ما تعبدوش سيدين. صح. ما بيتكلمش عن حاجه object، يعني شيء غير المال تقريبا. بالظبط كده. لانه في الاخر احنا بنتكلم عن
عن القيمه. خلينا نتكلم عن المال. ما هيش المال اللي هو الجنيه ولا الين ولا الدولار، رغم طبعا الدولار الايام دي عليه كلام كتير، والجنيه برضه عليه كلام كتير، لكن بنتكلم عن المال اللي هي القيمه نفسها. وايه القيمه؟ ازاي اقدر اخد القيمه من حاجه؟ هل المال هو اللي هيدي القيمه؟ لانه السيد، يعني مصدر السيد هنا ما هيش العبوديه، ان العبوديه بتكلم ان انا هكون عبد الله فهيكسرني، ولكن السيد والعبد، علاقه السيد والعبد هنا هتكون علاقه قيمه، علاقه محبه، علاقه اعتناء، علاقه وطيده ما بينهم. يا ترى مين اللي انا هختار مين يكون السيد على حياتي؟ هل هدي القيمه بتاعتي لسيد زي المال عشان يتحكم فيا؟ ويمكن هنا زي ما قلت لك انه في متى 6 كان بيتكلم ان انا بستغل الامور دي عشان اخد قيمه في عينين الناس، وفي نفس الوقت انا بدور على القيمه دي ليا عشان اطمن من خوف كبير، عشان ارتاح عارف هل السيد اما ارجع له لو انا عبد وحد اتعدى عليا، هل السيد هيدافع عني ولا لا؟ وهل المال هيدافع عني في وقت صعب ولا لا؟ وازاي ابتدي افكر طب هو المال باقي ولا الله الباقي؟ وازاي ابتدي افكر في الكنز اللي في السماء وكنز في الارض والقصه دي كلها؟ لانه احنا شفنا واللي عايش معانا في الفتره دي في مصر او في بلاد عربيه تانية، انه المال خداع جدا. لانه احنا نمنا صحينا الحال بيتغير على طول، لقينا ان كل واحد ثروته فعليا بتقل. قيمتها عالميا نزلت النص. صح. هو عاش حاجه، هو نام وصحي. لكن فدي خدعه كبيره، ان انا كنت فاكر ان انا عمال احط واتعب واشيل واحط كده بأمن مستقبل، او كده بأمن حياتي، او بأمن لولادي، او بس في الحقيقة هي مش امان خالص. وعشان برضو ما ندروش الموضوع نقول لا فلوس مش مهمه وازاي ما ينفعش. ايوه. انا وانتي قاعدين دلوقتي لولا المال ما كناش عرفنا نكون قاعدين في استوديو قدامنا مايك، لولا الفكرة انه في حد فكر واستثمر عشان ينتج مايك زي ده ويعمل الكاميرات والكلام ده، كل ده محتاج مال. فالمال في حد ذاته وسيلة من وسائل اللي استخدمها علشان غرض ما. فالمال في حد ذاته مش غاية، فانا لازم اوصل انه هل المال هيبقى هدف؟ عمر ما كان المال هدف. عمر ما حد بيجري ورا المال عشان يكون عنده مال وخلاص، بيكون بيجري ورا المال عشان يطمن، عشان خايف، عشان عايز ان لما يكون معاه فلوس الناس هتقول له يا باشا ويا بيه ويدوا له قيمه. فهل المال انا بستخدمه في ايه وبستغله في ايه؟ هل اقدر اخد المال علشان اكبر بيه وابني فيه بملكوت الله، ولا المال ده عشان اغراض شخصيه وقيمه شخصيه وانتفاع ذاتي على قيمه انا بدورها في حاجه تانية بعيد عن قيمتي في ربنا واللي هو اداهولي؟ فانا مش لازم اجهز المستقبل لاولادي، انا لازم اجهز ولادي المستقبل. وده يمكن التغيير الاساسي اللي كان رب يسوع جاي يتكلم عنه، انه جاي يدينا فكر انسان جديد، جاي يخلق واقع جديد، انسان يقدر يتعامل بالامور والعطايا اللي هو مديها لنا بشكل مختلف. لان انا ممكن اقعد احط واسيب لاولادي بعد كده فلوس كتير جدا، بس لو ما بنتهمش هم يكونوا انسان شبه يسوع، عنده فكر يسوع وروح قدس ماليه عشان يعرف يستغل الفلوس دي ازاي، الفلوس اللي هبنيها لولادي هتكون سبب في دمارهم. يا ما سمعنا عن اغنياء عملوا صح. كتير لولادهم، ولادهم انتهى بيهم الامر ان هم بقى عندهم ادمانات، بعدوا عنهم، فقدوا الشغف، مش عايزين يشتغلوا، ما بقاش انسان لقيمه. هو مجرد شخص عنده فلوس، وفلوس في الاغلب بتدمره، لان عمرها ما هتدي الشبع الكافي، لان هيبقى في دايما اكتر واكتر واكتر. فهدور على قيمتي في حاجه ليها فاليو، لكن لو قيمتي في حاجه بيوند فاليو، لا متناهيه ابديه زي الله، الحياه مختلفه تماما. بس ده مش معناه ان انا مش لازم مش لازم ابني مستقبلي. انا شاب بجهز نفسي، او عايز اعيش حياه مريحه، عايز ابقى زي صحابي، مرتاح، عايش كويس، بجيب الحاجات اللي نفسي فيها. ازاي اقدر اتعامل مع الفلوس؟ يعني ازاي اقدر اعمل البالانس بين اني ولا اكره الفلوس جدا وخاف منها، ولا ابقى بصرف فيها زي يعني كده من غير ما ابقى بفكر؟ ازاي اقدر اتعامل مع الفلوس واحكم المرتب بتاعي؟ طبعا مفيش اجابه واضحه وصريحه، لانه يعني لو كان في اجابه كان الناس كلها اتعملتها طبعا. خلينا نقول حاجه، ان احنا دلوقتي احنا عارفين ان كل عطيه صالحه، وكل يعني كل هبه تامه هي من العلاء من لدنك بالانوار.
فهي عطايا احنا الله بيدينا الوزنه دي، وان احنا نكون مؤتمنين عليها عشان نعرف نستخدم اللي في ايدينا الاستخدام الصح. فانا تعبت في الحاجه اللي عندي وتعبت فلوسي، بس كنت ادي فلوسي ودي حاجتي وتعبت فيها واصرف فيها زي ما انا عايز. لا، ما هو انت نفسك بجسدك بفكرك بولادتك بوجودك في المكان ده، كل ده انت ما كانش ليك يمكن يد فيه. فجزء كبير جدا اعترف ان انا وكيل او انا عندي امانه معينه لازم اراعيها. فاول حاجه لازم افكر وانا بستغل في كل ده، يا رب انت عايزني اعيش الكلام ده ازاي؟ عايزني ازاي افكر في خطوات حياتي وانا باخدها، وبالاخص كل ما هو متعلق بالمال. وده المال جزء من جوانب حياتي. يعني انا ما بقولش ان انا ما ممكن اقعد افكر انا هصرف ازاي، بس انا مش عارف دعوتي فين ولا عايز اعمل ايه، ليا دور ازاي، بتعامل ازاي مع اخواتي وعيلتي والناس اللي محتاجه او مش محتاجه. يعني في ادوار اكبر بكتير عشان ارجع اقول لك انه المال هي مجرد وسيله هتساعدني احقق غرض وجودي هنا على الارض. فانا محتاج ارجع خطوتين لورا واعرف عشان ابتدي انا افكر انا عايز مين ايه. وبعمل ايه وايه بالظبط. اولوياتي في الحياه عشان يعني لو اعرف انا اصرف حددت ازاي. اولوياتي، لو انا عرفت انا عايز اعمل ايه، هبتدي افكر ساعتها هو توجهاتي في الصرف فين. انا زي ما قلت لك انا بشتغل في الفاينانس او في الاداره الماليه. برجع اقول دايما في الشركه عندي ناس تقول ده الراجل السي اف او ده هيقول لنا لا ما تصرفش وما تدفعش، انت عايز تقتم علينا. ده طبيعي جدا. اول شكوى بلوم انا دايما بقول للناس يا جماعه انا ما عنديش مشكله في الصرف، لكن عندي مشكله في الصرف في اللامعنى. انا مع ان انا احط فلوسي في المكان الصح للغرض الصح. لو انا عارف توجهي فين، اي شركه دايما بيكون عندها ميشن ستيتمنت وفيجن. لكن عندي فيجن بتاعي واستراتيجي وميشن عندي بتاعتي. رؤيه وخطه بالظبط. فانا عندي واهداف خطه ورؤيه معينه. معينه واهداف لازم احققها. لو انا هحط الاتجاه ده في الاهداف اللي انا عايز اوصل لها، لو انا عايز عندي احد اهدافي اني اتعلم كويس علشان اقدر اشتغل صح، عشان ابني صح، عشان اتكون صح، عشان اقدر افيد العالم والشغل بالشغل، وجودي في الشغل افيد الشغل وافيد العالم اللي حواليا عشان اكبر واكون حقيقي مثال حي لشخص امين في شغله. فبالتالي التعليم ده هيساعدني في خطه اكبر. فلازم احط توجهي في الفلوس في الحته دي. في حاجات مش عايز اقول رمادي ملاش يعني لو صح وغلط، يعني هي افكر لا بص لا لازم نجيب الجزمه دي، لا هات القميص ده بدل القميص ده، طب العربيه دي بدل دي. صعب ان حد ينزل بكتالوج يقول الموضوع هيمشي ازاي. يقول ايه صح وايه غلط، ايه اولويه وايه مش اولويه. ما عشان كده لازم ارجع دلوقتي ادور عن هو انا عايش ليه، هدفي ايه، عشان اقدر بعد كده احدد اولوياتي. والايام دي صعبه جدا واصعب بكتير من قبل كده. ليه؟ لان احنا عايشين في عالم يعني استهلاكي جدا ومفتوح. احنا الاوبشنز بقت مفتوحه قدامنا، يعني بقينا عارفين كل حاجه وشايفين كل حاجه قدامنا. فالدنيا بقت معروفه اكتر. صح. يعني شوفي يعني اي ماركتنج استراتيجي والسوشيال ميديا ده دلوقتي بتنزل على الواحد بتحسسه ان انت لو ما روحتش المكان ده انت ما كنتش في حياتك. انت لو ما لبستش الجزمه دي انت ما بتمشيش اصلا. أيوة. فاحنا دلوقتي عايشين في عالم بيبتدي يزقك في اتجاهات، لانه زي ما انت قلتي العالم بقى مفتوح اكتر بكتير. يعني زمان كان هي جزمه الباتا مثلا ده كل الناس لابساها هي كده، لكن دلوقتي بقت في اختيارات كتير جدا. والمطروح دلوقتي على مستوى من اول على جميع يعني رينج المبالغ. أيوة. من اول الجنيه لحد المليون على نفس الحاجه في نفس الشيء. فمش بتكلم على كمان فئه معينه، بالعكس الاختيارات موجوده والناس لازم تحاول تعرف ازاي تقدر تختار. ولكن قولي يعني عايز تقولي حاجه عن الموضوع ده. انا عارف انا دلوقتي يعني اللي عايزه اطلعه من كلامك انه انا دلوقتي شاب بقبض كذا من الفلوس، فانا محتاج اقعد قبل ما يعني وانا ببتدي كده اشوف ايه اولوياتي وانا هصرف ايه وايه وايه وهحوش ايه. انا محتاجه اعمل خطه. صح. بصي انا عندي برضو في احد اللي زي ما بيقولوا بالانجليزي ميث
او المفاهيم الخاطئه عن الحياه المسيحيه بالايمان، ان انا لازم اعيش امشيها كده. على الله. لو انا استخدمت التعبير امشي كده على الله وخلاص. بالعكس، ده كانت الكنايس، وبنشوف ده في رسائل بولس الرسول، كانت الكنايس بتبعت لبعض فلوس من خلال الناس، وكان في اغنياء موجودين بيرعوا الكنيسه في بدايتها او بيستقبلوا الناس عشان الكنيسه تبتدي في البيت عندها. فالأغنياء كانوا موجودين علشان يقدروا يساعدوا الغير ويبتدوا في حاجات تانية، وكانت الأمور دي بتتم أكيد بحسابات وبتقدير. مش كده، هنمشي كده على الله. فأعتقد أنه إلهنا إله نظام، مش إله تشتيت، وإحنا لينا دور أن إحنا نكون بالعكس مسؤولين مسؤولية تامة، أن إحنا نقعد ونفكر. ويمكن الفكرة اللي عايز سيبها برضو مع الناس، حتى كمان من شغلي، لازم اقعد افكر واركز وادبر اموري بحكمه، واطلب حكمه من روح قدس، روح الحكمه، ان يفكرني ازاي اقدر ابتدي اوجه المسؤوليه اللي عندي في الاماكن الصح. وارجع اقول لك يا كارن، احنا اتكلمنا على الصدقه عن الفلوس بس، لكن في اكتر بكتير من الفلوس، وفي اهم من الفلوس، في الوقت، صح، الاهتمام، الذات، ودي حاجات النفس، تقديرها أتقل او ثمنها اغلى بكتير. احنا بنحط الثمن دايما في الفلوس، بس بننسى انه الوقت اللي بيروح ما بيجيش. انا النص ساعه ولا الساعه اللي هنزل احطها في حاجه معينه مش هترجع تاني. انا حاطط وقتي فين؟ حاطط اهتمامي فين؟ حاطط تفكيري ومشغوليتي فين؟ قبل مجرد ما افكر هل انا جاي هقول ان انا خلاص هريح ضميري ودي العشور اللي الناس ترجمته ل10% وخلاص اكون كده عملت الصح على التودو ليست بتاعتي وامشيها بالطريقه اللي انا عايزها. بالعكس، ده احنا في العهد الجديد وعايزين كان بقى عن يعني رب يسوع جه قال لنا، يعني هو الله قال لنا يا ابني اعطيني قلبك، اديني قلبك كله، انا مش عايز بس 10% بتاعتك، انا عايزك كلك، انا جاي اديتك نفسي عشان انت تديني نفسك. فاحنا حددنا اطار الموضوع في شكل معين للفلوس، بس نرجع تاني الخطوه العمليه، لازم اقعد، لازم افكر، احدد اولوياتي واهدافي. اولوياتي بتتغير على مراحل عمري المختلفة. يمكن دلوقتي مرحلة دراسة، بعد كده مرحلة تحضير بيت، بعد كده مرحلة جواز، بعد كده مرحلة ولاد، ويتخللها في كل ده قصة حياتي اللي أنا عايش جواها، هي قصة لغرض أعظم. وكل فترة من دول ببتدي أفكر، طب أنا دوري فين؟ سواء على الإطار المادي، إزاي أنا عايز أخش وعايز إن أنا أعطي بسخاء وبسرور في الإطار اللي الله دعاني فيه. مش مفيش شكل معين. انا من برضو ما بقولش حاجه تعميم ولازم في شكل معين. ممكن يكون في حد على بالنا دلوقتي حدي في الكنيسه، حد يقول حدي في الكنيسه وفي خدمه معينه، لا اخوه الرب، انت بتقول يعني انه مش إيه؟ مكان معين او طريقه معينه، لكن انا لازم اللي ربنا ارجع لصاحب العطيه يشغلني في اتجاه معين علشان ابتدي اوجه وقتي وفكري ومالي ليه. الله جاي عشان يخلق انسان جديد، مش جاي يدينا شريعه، جاي يغير فكرنا عشان نقدر نعيش بالامور اللي في ايدينا بالطريقه اللي طريق بيه كاولاد الله. مش جاي يدينا اعملوا ده وعيشوا زي ما انتم. هو جاي مش عايز فلوسنا، هو عنده كل حاججة. أيوة. الجبال واللي عليها واللي عايش فيها مكتوب في كاتب المزمور قال كده، الجبال واللي عليها كل ده ليك انت، وانا يعني هو مستني مني 10%؟ لا طبعا، هو عايزني انا، عايز يغير فيا. فانا لما ابتدي اتشكل معاه واقعد معاه واعيش واغير فكري بيه، واقعد في وسط جماعه عندها نفس الاشواق، تبتدي تشكل معايا. ارجع تاني لمرشد روحي، ارجع تاني للمنتور بتاعي، ادور على الناس اللي حواليا اللي هقدر امشي معاهم المسيره لتشكيل حياه عشان اقدر اوظف انكلودينج وقتي وحياتي وفلوسي في التوجه الصح. شكرا قوي يوسف بجد، وشكرا على مشاركتك البسيطه ومحبتك والحاجات الجميله اللي ساعدتنا بيها. ميرسي يا كريم، اشكرك وميرسي ليكي.